مرحبا بكم في البرنامج الجديد على ديجيتال شات رمضان. معايا أنا نبيل بن عمر على الصفحة الرسمية للإعلام التونسي. إن شاء الله رمضانكم مبروك. حسام الساحلي، مرحبا بك في شات رمضان. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا نبيل، مرحبا بالناس اللي يتابعوا فينا. مرحبا. نحكيو على سيكونس واحدة عملت ضجة، خلينا نقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير إيجابي على المشاهدين وبرشا استحسان يعني وشكر. كنت منتظر هذا حسام الساحلي، يعني اللقطة هذيك اللي أثرت برشا في المشاهدين تبعوا فلوجة. والله كنت منتظر، اما مش بالشكل هذاك. كنت منتظر لانه خدمناها بالكدا، حتى في البلاتو وقت بعد ما كملنا تم نوع من الشكر من الفريق اللي عاونوني بالكدا. اما ما انتظرتش بالكم هذا. يبدو انها كانت مؤثرة جدا عند الناس، والحمد لله بالحق حاجة تفرح. نعرفوا احنا من اصعب المشاهد هو البكية، معناتها حتى في المسرح وانت مكون وممثل، معناتها الاكزرسيس نتاع البكية من اصعب ما فما معناتها في التمثيل. فيها برشا معناتها استحضار الذكريات واستحضار المشاعر نتاعنا وفي اللونتوراج نتاعنا وفي حتى المخيال الشعبي نتاعنا. معناتها لازم عملية كاملة معناتها تصير باش تخرج بكية صادقة للناس. معناتها حسين صحيح، هو من الأحاسيس اللي فيها برشا شغل يعني عند الممثل هو البكية بالأساس، لأني فيها يتحس يا متحسش، مش تكنيك. معناها تنجم تستعمل التقنيات الكل باش تخدم بهم، لكن ثم مومو يلزمك فريمون تكون صادق على الاخر، واللي هو تاخذ من الذاتي نتاعك باش تنجم معناها تاخذ من الممثل للشخصيه وتصير الانكارناسيون هذيك في لحظه ما، اللي هي تمرين صعيب الحقيقه، صعيب. المشهد سيسور حضرت له برشا قبل وخدمت عليه برشا في التورناج. كانت تعيش شويه الكواليس معناتها نتاع المشهد. لا، في التورناج مش برشا، ما خدمناش عليه برشا في التورناج. ما حضرته انا قبل، من اللي قريت، من اللي خديت السيناريو. وانا المشهد انا ديجا سبب اختياري للدور هذاك هو زوج مشاهد هذوكم اللي ورا بعضهم، انا نتاع لحظه اللي تموت البنيه والغدوه ولا بعد مده وقت اللي يجي صديقها ويقرا في البيلتان. انا اخترته على هذوكم معناها. اما حضرته لمده زمنيه باهيه، معناها كل مره دربت عليه وحدي، دربت عليه مع، بس حاولت نستدعى التقنيات اللي نعرفها الكل. وفي التورناج معناها ما تعبناش، بالعكس تك تصور. الدور نتاعك انت يعني في تطور من بعد في الايام القادمه ولا باش يوقف غادي معناتها جوست؟ لا، تقريبا انتهت، لانه هو المسلسل يحكي على الصغيرات، يحكي على معناها العائلات هي شخصيات مسانده للشخصيات الرئيسيه اللي هي التلامذه والمدرسه تقريبا هذايا. والعائلات هي تنتهي حكايتهم بنهايه الشخصيه الرئيسيه. معناها هذا طبيعي، ماهوش اكس. معناها الشخصيه نتاعي ماهيش اكس وحدها، معناها العكس. هو مرام ماتت، انتهت الحكايه معناها في الجزء هذا على الاقل. ما كانش فما ريفانش معناتها خلينا نقولوا انتقام من اللي صار لبنتك في المسلسل؟ معناتها ما فيش نجم تطور اكثر. ما مشاتش في الكتابه الحكايه هذه. معناها جوست العبره الندم، هو يخليه المشاهد يتخيل وحده شنو نجم يصير فيه معناها الشخصيه هذه، واللي هو قاعد يتسأل اليوم شنو صاير فيه. معناها كمثال الاب يفقد بنته بالشكل هذاك، يفقد حياته، يعني تنتهي حياته تقريبا. الهرم هذاك الكل يتيح. شنو ينجم يصير فيه الولي كما هكا، وخليه للمشاهد هو يتخيل شنو ينجم يصير في انتظار ما نعرفش شنو اللي يصير من بعد. معناها هل خفت شويه من البارتنير اللي يمثلوا معاك معناتها وجوه جديده جايه من الانستغرام من لي ريزو سوسيو؟ كنت خفت شويه من التعامل معاهم ولا معناتها انت ساهمت في تأثيرهم بعد؟ لا، ما خفتش، خاطر انا ريتهم يخدموا، نعرفهم كيفاش يخدموا، والثقه اللي خذوها في التورناج. خاطر الاكس نتاعي تصور مؤخر بعد مده بعد ما مثلوا برشا بعد الليسي وبعد غيره، وشفت خدمتهم وتبعت خدمتهم، ونعرف اللي هما سيء شدوا ثنيه معناها، سواء ساره والا فارس، واللي نحييهم بالمناسبه فريمون، معناها يعطيهم الف صحه. مشاريع ممثلين مهمين في البلاد هذه وشيء يفرح. بالعكس، خاصه الخدمه مع فارس كانت اغريابل على الاخر، وليد محلاه، يعدي انرجي مزيانه، واثق من نفسه بالحق. معناها مثال جيد للممثل شاب في تونس. هل هذه معناتها خلينا نقولوا تبعد على القاعده انه اللي جايين من الانستغرام ما يعرفوش يمثلوا وممكن جايين مسقطين على الاعمال الدراميه
وكيفاش المخرج قاعد يختار في الوجوه الجديده، خاطر هو عندهم برشا معناتها فولورز، عنده برشا معناتها ناس تبع فيهم. هل تحت القاعده هذه بالنسبه للمسلسل؟ هي ماهيش قاعده، هي مش قاعده معناتها اول بريجوجي الباهي والخايب. اي موجود الباهي والخايب، ثم عباد في الانستغرام مستحيل يوليوا ممثلين، وثم عباد موجودين في الانستغرام ولا موجودين في الشارع ينجموا يكونوا مشاريع ممثلين. ما نجموش نكونوا قطعيين، لا جماعه الانستغرام لا خاطيهم، والجماعه الديكور راهم طيارات، واللي جا من اللي زاد لا ما فماش مستحيل الحكايه هذه. قداش من واحد قرا مسرح وما يعرفش، ما يقدش روحه، اما ينجح في حاجات اخرى، ينجح كمدرس، ينجح كمكون، ينجح ككاتب. ثم موهبه، وثم ناس تشتغل على نفسها، وثم ناس تثني الرقبه باش توصل، وهذا ممكن في العالم كله. يعني ما باش نخترعوا من جديد احنا الحياه معناها. او قداش من واحد جا ديزون من الشارع، قبل كنا نحكيو على الشارع ونجح ولا نجم في البلاد، ولا اليوم يحمل قاطره كامله نتاع تمثيل، اليوم زاد من الانستغرام ولا من التيك توك ولا من غيره نجموا ينجحوا عباد، وهذا متاح وحقهم. ماناش قطعيين احنا في الحكم، ما نقولوا الانستغرام كله لا ولا لا العكس. أما كيما ثم في الانستغرام ناس ما تصلحش لحد شيء. يبدو انه الاراء تبدلت على فلوجه بعد مشهد موت مرام. حسينا فما تغيير في الاراء. من الاول كانت هجمه على المسلسل، دروك كيفاش باش صغارنا باش معناتها تربيهم على المخدرات ومش باهي يتفرجوا في المسلسل. اليوم نحكيو على عبره يبدو من الادمان على المخدرات، وشفنا برشا اراء باهيه. فعلا هو الناس حكمت على المسلسل من الحلقه الاولى ودخلت فيها كيكه من غير ما تتبعوا. والحكم هذاك عند الراي العام تبدل تقريبا. تو نشوف انا في الريزو سوسيو، نشوف التعليقات وصلت ثم عباد اعتذرت قالت سامحوني راني حكمت بالغلط. معناها نحكي على المتابعين لان الناس من مختلف الشرائح العمريه والمستويات الاجتماعيه. عادي، هو الشوك هذاك منتظرنا احنا نحكم في المسلسل، انتظرنا كون المسلسل مش يشوكي العباد، خاطر يطرح في موضوع صعيب شويه على الطرح بالحديه هذيك فتفهم كانه هجمه اوركولين. بعد اكتشفت الناس اللي هو يقترح حلول زاد اصل المسلسل. موضوع ولا يتعاود كل سنه في رمضان الدراما التونسيه والابداع محل نقد من قبل ناس ممكن ما عندهمش اليات النقد الدرامي. معناتها نشوفوا الناس الكل قاعد تنقد في المسلسلات، معناتها وهما بعد برشا على الاعمال الدراميه والابداعيه. معناتها اليوم اصبح الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي منصات نتاع حكم او نقد للدراما. هل هذا يفسر حسام انه يعني النقاد الصحاح هما كي استقالوا خلاو البقعه على الناس اخرين ينقلوا كيما يحبوا معناتها الاعمال الدراميه؟ هو ثم حاجتين، النقاد الصحاح ما استقالوش، يستناو توفى الاعمال ومن بعد يمشيو يدليو بيدلوها. ما نجمش واحد ينقد عمل قبل ما يكتمل. لازم تحكم المسرحيه في وسطها انت، ولا فيلم قبل ما يوفى. لازم تحكم المسلسل لما توفى الحلقه الاخيره. اكيد ثم عباد باش تكتبوا، ثم مقالات باش تهبط، ثم صحفيين جديين باش يعملوا مقالاتهم سواء بالسلب والايجاب، مش انتقاد، نقد حقيقي مبني على قواعد. لكن احنا في تونس ولينا رياضه وطنيه هذه. راه وقت اللي تلعب ليكيب ناسيونال التوانسه كل يوليوا مدربين محللين ويفهموا في الكوره. في الفيسبوك ولا في البلاتوات تاع التلفزه ساعات تضحك، حتى في التلفزه والراديوات تلقى عباد تفتي في الاقتصاد التوانسه ولاد يحكي على الماكرو والميكرو، تقول يحكي ما عنده حتى قلق. والدخل القومي الخام هذوك من 4 كلمات. وكيف في السياسه يفهموا الناس الكل. عاد جات على مسلسل ما يفهموش، خليهم يا خويا هم يفهموا في الايكونومي، يفهموا في الحرب، ويفهموا في هكاك توانسه. احنا نعطيو راينا في كل شيء، وعندنا محاكم تتنصب في كل لحظه. على الغالب هذيك طبيعه المجتمع اللي نعيشوا فيه. في موضوع اخر نحكيه على ما نعرفش كان انت سمعت بالسنسره في التلفزه التونسيه، السنسره نتاع المسلسل نتاع جبل الاحمر. معناتها اليوم يقول لك مسلسل جبل الاحمر هو نتاج سنسره وتخريب ممنهج للمسلسل. معناتها اليوم المسلسل ما تفهمش على خاطر التلفزه التونسيه سنسرت مشاهد معناتها في المسلسل. هو راه ويجي نقول لك ما تفهمش سيترو دي. انا نتبع فيه المسلسل ونتبع على معناها بالقدام، معناها نتبع فما مسائل فيهم اشكاليات مفهوم المسلسل، معناها مش معناها مش مبهم. ثم اشكاليات تظهر في المونتاج كان
بعد فيق كي تسمعهم القائمين على العمل يقولوا كراو التلفزه الوطنيه سونسرت تقول هذاك علاش السيكونس هذيك اتقصت، هذاك علاش في السيكونس تشوف مشهد اخر وهذوك معناها حاجات غريبه قاعده تصير في المسلسل معناها. انا نسخينا اخطاء تقنيه، طلعت ثم ناس ايادي خفيه تجي باش تقص، وهذا يعيب راهو ما يلزموش يصير. ما يلزموش يصير خاصة في مرفق عام، ما يلزموش يصير. معنا شكون اللي نصب نفسه اليوم باش يغير من خدمة فريق عمل؟ يا حبيبي انت علاش تختار فيه المسلسل اصلا باش تقصهم بعد؟ هذا انتاج من برا. فما لجنة قراء يقراوا السيناريوهات ويعرفوا شنو فيه. ما دام انت وافقت على المسلسل وقريت السيناريو قلت هذا العمل اللي مش نحط عليه الميزانيه السنه في التلفزه الوطنيه ما تنتهي غادي، كنت تنجم من الاول ما تختاروش وتختار حاجه اخرى. اما بعد ما تعمل المسلسل ويمنطي ربيع التركاري ويبعث خدمه الناس اللي مجهود كبير رهيب من الممثلين وفريق تقني وفني، يعني ظاهره خدمه نتاع رهيبه جدا يعني الحقيقه. تجي انت تكون قاعد في بيرو تشد مقص وتبدا هكاك كيرسور نتاع واحد وقص منه وركب. معناها من انت يا حبيبي؟ من انت باش تقص مجهود ابداعي؟ هذا خطر كبير ياسر، خطر كبير ويزمو يقف. ولا جست نصبوا رواحهم مع حاكم ويبدلوا هما ويغيروا ويصنصروا وصيه على الاخلاق العامه. انت شكونك؟ وصيه على شنو؟ شكون كلفك؟ من انت؟ من انت تختار راهو اللي يعملوا فيه اصدقاء ما نعرفهمش انا الناس هذوما راهو ما يلزم ناقفوا الناس الكل راهو سونسور. هذه احنا علاش عملنا معنا في البلاد؟ حتى في عهد بن علي ما كانت تصير بالشكل هذا. ما كانتش هكا، كانت مغلفه بحاجات اخرين. شو داخل بمقص تقص في المسلسل؟ شكون كنت؟ شفت بعض المشاهد بعض الادوار شفت روحك انه تنجم تضيف للعمل هذا الجبل الاحمر في الكاستينج؟ ممكن النجم نضيف، كنت النجم نخدم فيه وما نضيف شيء. ممكن راه ما عمل خاطر الممثل يراه في روحه في 5 6 7 ادوار مختلفه حسب العمر نتاعو حسب الفيزيك اللي عنده. مي هذه اختيارات تاع مخرجين نحترمها جدا، وكاستينج نتاعو كان موفق بنسبه كبيره ربيع الحق معناها. وشفت اصدقائي انا والممثلين اللي نحبهم في اقصى درجات التجلي في التمثيل، نصر الدين وريم وفتحي وعاطف، وما تحكيش عليه عاطف بوزيدي عمل خدمه باهيه برشا. مرام خدمه مهمه، محمد الصياري أنا خدمة مهمة. أنا أكثر ديو عجبك حسام في المسلسل؟ في جبل الأحمر نصر الدين وريم. حلوة الجنجيلة متاع زليخة وليمة. زليخة وليمة حلو الديو، حلو. نصر الدين أثناء أبدع الحقيقة. واضح. نختم معك حسام العادة ولات في رمضان الكلاشات كونتر معناتها بين الفنانين وبين الممثلين، معناتها تطلع في راديو تكلاشي عمل وتكلاشي فنان، ما عرفش بكاسكيت الممثل بكاسكيت الناقد. شفنا مهذب الرميلي اللي يبدو عمل شوية مشاكل هكا على مستوى التصريحات نتاعو. مؤخرا كريم الغربي معناتها أثار استياء برشا ناس بكلامه على فتح العكاري. معناتها علاش هل معناتها الشحنه السلبيه معناتها الداخل في التصريحات نتاع الممثلين حسين تاثرش شويه على المود نتاع التمثيل؟ رمضان وصيام واحد قاعد صايم ساعات ينفعل اكثر من لازم، ولا هي عادي هو واحد يعطي رايه. اما احنا زاد ياسر ردوه موضوع وفي صعوبه والميديا كل تخدم عليه. تو مهذب مثلا انا ما عجبنيش كلام مهذب، مش لدرجه كون ما مش نزيدوا نحاكموه مهذب ولا يبقى صديقنا معناه. واكيد تو يتغير الراي، خاطر ساعات تبقى عندك راي وتغيره. في نهايه الامر مهذب صديقنا وممثل جيد ونحبوه ويحبنا راهو في الوفاء، ماهوش يكرهنا ما يكره حد راهو. ممكن طريقته في التعبير كانت فيها نوع من الحديه، ممكن تفهمت بطريقه، ممكن السؤال اللي طرح يهز الحاجات كما هكا. اما في نهايه الامر احنا راهو عائله واحده، ما نفهمش علاش نخسروا بعضنا الحكايات كما هكايا. والزمن كفيل باش يغير راهو يغير المواقف ويغير حتى الاراء. كلام كريم على فتح العكاري كيفاش تقبلت؟
والله لا سمعته، انا ما سمعتوش بالحق، ما انا ما نعرفش شنو اللي قال بالحق، ما كريم ما سمعتش شنو اللي قال، حتى ما تبعتش المسألة. انه معناتها قال فتحي العكاري ماهوش ممثل كبير وممثل شويه ادوار هو حسب من كلام فتحي في موزايك. فتحي قال اعطى رايه وقيم الممثلين بطريقه فتحي العكاري اللي هي طريقه يعتقد كون هي علميه وهكا، ولا وفلان ما يعرفش وفلان يعرف. كريم غاضته راجل ناجح وشيق بالنجاح نتاعو، يستنى في شكر يلقى من استاذه نوع من هكا غاضته، فجاءوا بطريقته، خاطر كل واحد بطريقته تتفهم زاد راي. اما نعرف اللي كريم يحب فتحي وفتحي يحب كريم على الاخر معناه. وسمعته حتى على فتحي الهداوي، لكن فتحي الهداوي ما جاوبش. انا والله جا اقول لك، انا ضد كان واحد يخرج في ميديا ويقعد يقطع في العباد هكاكا ويشد كانه هو حاكم بامره، في ضد. نسبوا شويه يا اصدقائي، نسبوا حتى اساتذتنا نحبوهم ونجلوهم، اما نسبوا شويه خاصه في فتره الناس تحسد في النجاح. راه معنا واحد كما كريم يحصد في نجاح رهيب، السلسله نتاعو فرحانين به، الناس كله فرحان بنجاحه. تغيظوا كي تجيه من استاذ وحاجات هكا يعتقد كون هي فيها مس واحد فيرد الفعل فقط. من بعد متاكد تلقاهم مع بعضهم في خدم اخرين، وكيف مهذب متاكد تلقاهم في خدم اخرين ونلقاهم مع الممثلين، وهي مرهونه في سامحوني وكهو معناها الحكايه، ولا راني ما قصدتش كي ما يوليش ثم ما اخطر في البلد، ثم ما اخطر في الحياه. يعطيك الصحة، بارك الله فيك حسام، ميرسي بوكو على الانترفيو هذه قصيرة شوية لا حالة في الديجيتال مرة مش في الراديو. ديجيتال. انت زعيم الديجيتال تولي. زعيم ديجيتال. يعطيك الصحة، بارك الله فيك.